بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نخرج من بيوتنا في عز الظهر أو في آخر الليل أو في الفجر عشان غرض لأم أو أب، بر في الأم والأب. ونخرج من بيوتنا عشان غرض لأخت أو أخ أو خال أو خالة أو عم أو عمة، صلة رحم. ونخرج من بيوتنا عشان غرض لزوجة أو ابن أو بنت، وطفل أو طفلة ما أتعدى عمرهم العام ينزلونا في أي وقت، اهتمام بالعائلة. ونخرج من بيوتنا عشان عمل، رزق أو مصدر رزق. ونخرج من بيوتنا عشان صديق أو زميل، علاقات اجتماعية. ولو أتأخرنا حاولنا نعتذر للبشر بجميع أنواع الأعذار. وإذا نادى المنادي الله أكبر ينادينا للقاء رب البشر، هنا البعض منا يعتذر بجميع أنواع الأعذار، وإذا انتهت الأعذار قال الصلاة في البيت تجزئ وما فيه أي مشكلة. تقول أم المؤمنين أمنا عائشة: أسمع اسمعي، كان الرسول يتحدث معهم وإذا نادى المنادي الله أكبر ما ينتظر إلى أن يسمع الإقامة، هو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. من فينا إذا فاتته صلاة سواء في المسجد أو في البيت اعتذر وتأسف وندم؟ وفينا إلا إذا فاتته تكبيرة إحرام أو الصف الأول ندم واعتذر وتأسف، لأنه يعرف إيش اللي فاته بداية اللقاء مع الله، مع رب البشر. الله إلا خلقنا من عدم، الله إلا من علينا بنعمة الإسلام، الله إلا من علينا بنعمة اتباع هدي نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام بأبي وأمي هو، الله إلا من علينا بنعمة الصحة والعافية والأمن والأمان، ونعم كثير ما نقدر نحصيها من كثرها. نعمة النظر، السمع، الكلام، المشي، أمور عظيمة وكبيرة جدا. ننام وإحنا في صحة وعافية، ونصحى وإحنا في صحة وعافية. نعمة مهم نتفكر فيها، نتدبر فيها. ندخل أكرمكم الله دورات المياه من دون أحد لا يعيننا ولا يساعدنا من البشر، ونخرج من دون أحد يعيننا ولا يساعدنا من البشر. اللهم لك الحمد على هذه النعم والمنن المنح. كل واحد فينا مجرد ما يسمع الله أكبر، إحنا الرجال بصفة خاصة، يتفكر في هذه النعم وهذه المنن والمنح، وأنه ينزل لغير رب البشر. فصعب أن يشوفك الله تنزل لغير رب البشر، وما تنزل لله اللي أعطاك هذه النعم كلها، والبشر ما أعطوك ولا شيء ولا يقدروا يعطوك شيء. وزاد الكرم كرم، والفضل فضل، والمنة منة، والمنحة منحة. أنا بعد ما نخرج من هذا الباب أيضا منن ومنح ونعم، وإحنا خارجين نبي نداء الله أكبر. اللهم يا رب آتي نفوسنا على تقواها، وزكي أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها. اللهم بر حق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطل وارزقنا. صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا اللي حنوقف معه إن شاء الله في المقطع القادم.